السلام عليكم متتبعين الكرام، ومرحبا بكم في قناة شهيوات بلادي مع أم زكريا. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو بمناسبة العيد الأضحى. كنقول لكم عواش مبروكة بالصحة والسلامة والمتمنيات. كنقدم معكم واحد العصير طبيعي ورائع واقتصادي وسهل، غير بجوج ديال المكونات موجودين الحمد لله بكثرة في هذه الوقيته. علاش لا ما نستعملوش هذا العصير وحنا كنشريو مواد غازيه بالثمن بتكلفه غاليه، وهو موجود يمكن لكم توجدوه في البيت. انا وجدته في واحد المناسبه وكل شيء كان كيشكر هذا العصير، وكل شيء ما عرفش المقادير ديالو، وكيعطيوني شي نكهات وشي فواكه وشي اعشاب، وهو ما فيه حتى شي حاجه من غير جوج ديال المكونات. وكل شيء شكر هذا العصير وكل شيء تناولو، كل شيء تيقول لك شنو فيه وكيقول لي زيديني راه جا لذيذ. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم، ولا عجبكم ما تنساوش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونبداو على بركه الله. عندي هنايا جوج ديال الحامضات اللي يكونوا مجامدين من قبل، ضروري نجمدوهم واحد على الاقل واحد 3 ساعات حتى 4 ساعات، وما يكروش يكونوا بايتين في الكونجيلاتور مجمدين. وعندي واحد البطيخه ديال النوعيه ديال الاناناس، كيجي فتي ورطب في الماكله ديالو، وتيكون حتى ملي كنطحنو تيعطي واحد المذاق زوين. المهم انا استعملت هذه النوعيه ديال الاناناس. هنا تنقطع الحامضات هكا كيف ما شفتوا رونديلات رقاقين باش نقلب على داك العظيمات ولا البذور ديال هذا الحامض باش ما كيجيناش العصير مر. ضروري في اي عصير بغينا نستعملوه الحامض ضروري نزولوا داك العظيمات باش ما كيمررناش العصير. كيف ما شفتوا هو ضروري خصو يكون جامد، الا ما كانش جامد راه ما غاديش ينجح وما غاديش يجي زوين. صافي كنستمر حتى كنزول هاد العظيمات. راه الوصفه ساهله، غير حيدوا العكز وجربوا هاد الوصفه، راه غادي تحماقوا عليها وغادي توليو مدمنين عليها. كيجي عصير هائل، واحد المذاق ما نقولكمش طبيعي ورائع. والمذاق ما كاينش اللي يعرفوا بانه راكم مستعملين البطيخ في هذا العصير. صافي انا تنقطع هاد الحامضات وانا تنقلب بالي فلت ليا شي عظم. وكنشكر كاع المتتبعين الجداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وكاع المتتبعين القدام راه الدار داركم وراكم وليتوا ماني للقناه. كنقول لكم شكرا على المشاهده وشكرا على التعاليقات الزوينين ديالكم. وهنايا صافي منين عصرت قطعت عفوا داك العصير داك الحامض، غادي نديرو في واحد المونينيكس ونطحنوه في ميكسور مونينيكس هاشوار اللي موجود عندكم. غادي تطحنوه بواحد لتر ديال الماء، غادي نطحنوه مزيان حتى يولي مليان مزيان، وغادي نصفيه واحد الغربه اللي ضروري يكون رقيق. صافي انا دائما كنستعمل بالفوي، كيعجبني هذا الطراب هذا كيهبط بسرعه وكيحلي ديك العوينات ديال الغربال. دائما تنقولها لكم بانه هذا الفوي كيساعدني مزيان، ما تيخليليش نتعطل في التصفيه ديال الحامض. صافي من بعد ما صفيت الحامض مزيان راه كيف ما شفتوا ساهل. راه في اي لحظه صافي كتنوضي يكون عندك الحامض في مكونجيلي، كتنوضي كتطحنيه كتوجديه دغيا، كتوجد بسرعه هذا العصير حتى توجدي الشوا ديالك، توجدي الغدا ديالك وعاد وجدي هذا العصير راه كيوجد بسرعه، والمذاق كلشي غادي يحمق عليه. صافي هنا من بعد ما عصرت داك الحامض صفيته وكنخليه على جانب. هنا البطيخ كيف ما شفتوا كنحيد له داك البذور، ما غاديش نطحنوه بالزريعه ديالو، غادي نصفيوه من الزريعه وصافي غادي نقطعوه طريفات. غادي نقطعوه بهذه الطريقه، كيبقى التقطاع اختيار كيف ما درتو له راه بحال المهم نقطعوا منه اللحم كله نخليو غير ديك الجلده الرقيقه، ماشي نقطعوا غير الوجه ولا، خليو غير ديك الجلده الرقيقه اللي من التحت هي اللي ما غاديش نستعملوها. انا هنايا درت هاد البطيخه وما درتهاش كامله، درت وحده داك البطيخه ونقصت منها الربع، يعني عطاتني واحد الكميه كثيره وما استعملتش انا البطيخ بزاف. هذا الطرف هذا غادي نقطع منه غير ربع
وغادي نحيد الربع الباقي. يمكن لكم تستعملوا اكثر على حسب افراد العائله اللي كاينه. صافي هنا من بعد ما نقيته مزيان حيدت له العظيمات ديالو او الزريعه، وغادي نطحنوا حتى هو نفس المونينيكس اللي طحنا فيه من قبل، غير هو ضروري نغسلوه باش ما كيبقاوش فيه داك الطريفات ديال الحامض. غادي نستعمل السكر على حسب الحلاوه، درت انا نص كاس. دائما السكر كيبقى على حسب، كاين اللي كيبغي الحاجه تكون حلوه، كاين اللي كيبغيها تكون شويه مسوسه. صافي هنا من بعد ما عصرت مزيان غادي نطحنو حتى كيتلين. كنستعمل بالفوي، هذا ما غاديش يخلي لي، انا كنصفيه غير باش كيبقاو داك الطريفات الصغيورين حتى هما كيتلينوا، حتى هو راه ما غاديش يبقى كاع فوق المصفات او فوق الغربال. غادي نبقى ندور بالفوي بهذه الطريقه هكا، وغادي نستعمل بواحد السباتولا وغادي نبقى نحكو. راه ما كيبقاش، لانه البطيخ راه معروف كريمي، ما كيبقى حتى شي حاجه ما فيه لا طريفات، ما فيه لا جليدات، لا حتى شي حاجه. صافي غادي نبقى بهذه السباتولا نهبط حتى كيهبط كامل، راه ما تيبقاش معنا صفه نهائيا. غير هذا الغربال هذا كنتفاداو داك باش كيولي كله مليين وكيجي بحال العصير المناضه، او نقولوا العصير اللي كيتباع كيجي ملمس ديالو رطب، بحال اللي كتشربي العصير ما كتحسيش بشي طريفات في الفم ديالك ولا شي حاجه. صافي كيف ما شفتوا راه كنهبطو كامل، ما غاديش نخلي كاع بصفه نهائيا هذا البطيخ في الغربال. هو اصلا راه عارفينه رطب وفتي. صافي من بعد ما صفيته هذه هي النتيجه ديال العصير، كيجي اللون روعه والمذاق ولا اروع. كلشي اللي شربوا هذا العصير كيخرجوا لي شي مذاقات ما كاينيش بصفه نهائيا في هذا العصير. ما بغيتش نقول لكم شنو قالوا لي، ولكن كله شنو تيقول لي واش فيه هذه الوصفه، واش فيها، كنقول له ما فيهم حتى حاجه من غير البطيخ والحامض، ولكن واحد المذاق ما نقول لكمش روعه روعه. واللي شربوا تيقول لي زيديني من هذا وراه شنو فيه، وبقاو كيطلبوا لي الوصفات مع تبارك الله كنا بينا بزاف، وكل شيء يقول لي هذه الوصفه غادي نمشي نحضرها. هذا هو العصير اللي قدمت معكم، كنتمنى يعجبكم وتجربوه، راه اكيد غادي يعجبكم. كنتمنى اللي مشترك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي مازال ما اشترك كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساونيش من اللايك، راكم كتنساو اللايك ملي كتفرجوا في فيديو، كنعرفه كيعجبكم وكتخليو لي كومونتير، ولكن كتنساو ليا اللايك. وهذا هو العصير كيف ما شفتوا، ساهل واقتصادي وطبيعي. المهم فهادشي كله طبيعي 100%. الفواكه الحمد لله موجودين، الخير موجود، يكون غير الحامض مجمد عندنا في الكونجيلاتور، والبطيخ راه موجود في هذه الوقيته. علاش لا ما نستغلوش ونستعملوا واحد العصير طبيعي ونرافقوه مع الشواء، كيجي روعه روعه. والمهم في الامر انا باللي خلاني نقدمه لكم كلشي تبهر فيه، وكانوا كيقولوا لي شي وصفات اللي هما ما فيهم شاي، وكيقولوا لي واش دايره فيه هذا المكون، واش دايره فيه هذا المكون، وهو غير جوج المكونات. وكنتمنى يعجبكم، وتخليوا لي كومونتير ولايك وتعليق كتحفيز القناه فضلا منكم وليس امرا. وكنتهي الفيديو وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو